مصر مليانة أماكن سياحية تحفة تخطف القلب، وكل مكان فيها ليه طابع خاص. هنتكلم عن الأقصر وأسوان. الأقصر مدينة التاريخ الفرعوني، واللي فيها معابد زي الكرنك ووادي الملوك، والمناظر حوالين النيل مش هتخليك عاوز تسيب المكان. أما بالنسبة لأسوان فهي مدينة هادية وجميلة. لو بتحب الأماكن الهادية على النيل هتلاقي هنا معابد زي فيلة وكمان السد العالي، والرحلات هناك أكيد لازم تجربها. شرم الشيخ دي المكان المثالي لو بتحب الغطس والشواطئ. المية هناك صافية جدا وفيها شعاب مرجانية جميلة، بالأخص في محمية راس محمد. لو انت بتحب الغطس وعاوز تسترخى وتبعد عن الدوشة فأنا أنصحك إنك تروح دهب، لأن دهب هي المكان المثالي. ومن صفاء المية هتشوف جمال الطبيعة. الغردقة هي واحدة من أفضل الأماكن في الغوص، هتلاقي فيها جزر زي جزر الكفتون وحفلات شاطئية ليلية ترفع معنوياتك. واحد سيوة دي واحة في وسط الصحراء، بس جمالها ده حاجة فوق الخيال. فيها بحيرات ملح وينابيع سخنة، وتقدر وانت هناك تزور معبد آمون وتحس بهدوء هناك. الفيوم لو عاوز رحلة يوم واحد، هي قريبة من القاهرة وفيها شلالات وادي الريان وجبل المدورة، وكمان فيها بحيرة قارون. جبل موسى في سيناء، جبل موسى مكان روحي مقدس. لو طلعت الجبل بالليل عشان تشوف شروق الشمس هتحس انك في مكان خيالي. محميات سانت كاترين موجودة في جنوب سيناء. المنطقة دي فيها جبال عالية ومناظر طبيعية جميلة، وكمان فيها دير سانت كاترين اللي ليه تاريخ كبير. العين السخنة هي قريبة من القاهرة. لو عاوز مكان تهرب فيه يومين وتسترخى على البحر فده مكان مثالي. نيجي للقاهرة بقى. القاهرة طبعا الأهرامات وأبو الهول هما الأساس، وكمان عندك أماكن زي قلعة صلاح الدين والمتحف المصري وخان الخليلي، وهتحس بجد إن الزمن رجع بيه. مصر فيها حاجات تتشاف وكل مكان ليه سحره الخاص، سواء كنت عاوز تريح أو تستكشف أو تدور على مغامرة جديدة. تقولوا لنا إيه أكتر الأماكن اللي انتوا زرتوها عجبتكم بجد، وما تنسوش اللايك والشير، وإنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس.